منال ست مصرية عندها 18 سنة. كانت ساكنة في شبرا الخيمة. كانت عايشة هي واخواتها البنات الأصغر منها في شقة صغيرة. حياتهم كانت صعبة جدا، خصوصا بعد ما أبوهم وأمهم ماتوا في حادثة بالعربية. من يومها كل حاجة في حياتهم اتغيرت للأسوأ. كانوا عايشين لوحدهم ومحدش بيسأل عنهم، وما كانش ليهم أي مصدر دخل يصرفوا منه، وكل الفلوس اللي كانت معاهم خلصت. كلها خلصت على مصاريف المعيشة، ولأن منال كانت أكبر واحدة فيهم اضطرت تنزل تدور على شغل. اشتغلت في أماكن كتير، بس كل مرة كانت بتسيب الشغل علشان مصاريف اخواتها ودراستهم وطلبات البيت كانت أكبر من مرتبها. مع الأيام حالتها النفسية بقت وحشة، والديون كترت عليها، بس هي مصممتش إنها تستسلم، ونزلت تدور على شغل جديد. سألت في أماكن كتير، وكان من ضمنها محل بيبيع هدوم. المحل ده كان بيبيع هدوم رجالي، بس ما كملتش فيه عشان مرتبه كان قليل. ولما سابت المحل ده واحد كان شافها فمشي وراها ووقفها علشان يتكلم معاها. الراجل ده قال لها إن عنده شغل في مطعم. المهم هي مصدقتش نفسها ووافقت على طول من غير تفكير. الراجل قال لها واداها الميعاد واداها العنوان، وتاني يوم منال راحت في الميعاد المحدد. ولما قابلت صاحب المطعم عرفت حقيقة المكان وطبيعة الشغل. المكان طلع كباريه، وشغلها فيه إنها تقعد مع الزباين. لما منال عرفت الشغل ده اتخضت وقالت إنها مش موافقة، بس الفلوس الكتير اللي كانت هتكسبها خلتها توافق. صاحب الكباريه اشترى لها هدوم جديدة عشان تلبسها وهي شغالة. أما اخواتها فقدرت تقنعهم إنها لقيت شغل كويس بالليل، وإنها وافقت عليه عشان مرتبه كبير، من غير ما تقول لهم نوع الشغل ده ايه بالظبط. ولأن اخواتها كانوا بيثقوا فيها ما قالوش أي حاجة. بعد كام يوم منال بدأت شغلها في الكباريه. من أول يوم لفتت نظر معظم كل الموجودين في المكان بجمالها، والزباين بقوا بيطلبوها بالاسم. مع مرور الشهور الفلوس كترت معاها، وسددت كل ديونها وغطت كل مصاريفها. في يوم من الأيام وهي قاعدة في الكباريه زي عادتها، زبونة نادتها وقالت لها إنها عايزة تتكلم معاها. الزبونة عرفتها بنفسها وقالت لها إن اسمها مدام ليلى، وعرضت عليها تشتغل معاها، وقالت لها إنها هتخليها تكسب أضعاف دخلها في الكباريه. في آخر الكلام طلبت منها تفكر كويس، وقالت لها إنها ترجع لها تاني عشان تعرف رأيها. منى ما فكرتش كتير، وشافت إن الشغل الجديد هيكون أحسن لها علشان فلوسه أكتر. تاني يوم أول ما شافت مدام ليلى في الكباريه راحت لها ووافقت تشتغل معاها. وفعلا سابت الكباريه ودخلت مرحلة جديدة من التنازلات. منال بقت بتمارس الرذيلة عند مدام ليلى في شقتها، ومع الأيام بقى لها زباين من جنسيات مختلفة بيطلبوها بالاسم. ومع الفلوس الكتير عمت عينيها. حصلت لها كارثة ما كانتش عاملة حسابها. في يوم وهي وقاعدة مع واحد في أوضة النوم سمعت صوت صريخ وجري برا الأوضة. اتخضت وقامت من مكانها، بس ملحقتش تتحرك. اتفاجئت برجالة البوليس داخلين عليها الأوضة ومسكوا بيها
وبالراجل اللي كان معاها. اتقبض عليها وعلى كل اللي كانوا في الشقة. بعد ما ثبتت عليها التهمة اتحكم على منال بالسجن لمدة سنة. طول ما هي محبوسة محدش من اخواتها سأل عنها. لما خلصت مدة سجنها وخرجت أول حاجة عملتها إنها راحت بيت أهلها، بس ملقتش حد من اخواتها. البيت كان فاضي، ولما سألت الجيران عليهم عرفت إنهم سابوا المنطقة ومشيوا بقالهم فترة. وللأسف محدش منهم كان يعرف عنوانهم الجديد. بعد ما بقيت لوحدها عاشت منال في شقة أهلها بتستخبى ورا حيطانها من الخوف عشان ما تواجهش نظرات الجيران وأهل المنطقة، وعشان تصرف على نفسها وما كانش معاها فلوس بدأت تبيع حتت من عفش البيت. وفي نفس الوقت نزلت تدور على شغل لغاية ما لقيت شغل عاملة في مطعم بلدي. بعد ما اشتغلت واستمرت فيه فترة طويلة جمعت شوية فلوس وسابت شقة أهلها واتأجرت أوضة فوق سطح عمارة بعيد عن الحتة اللي كان فيها بيت أهلها. في العمارة الجديدة اللي سكنت فيها كان في محل صغير بيبيع قماش. صاحب واحد اسمه فتحي كان عنده 40 سنة. فتحي ده كان راجل لوحده، ما بيتدخلش في شؤون حد وملوش اخوات، وابوه وامه ماتوا من زمان. كان متجوز بس جوازته فشلت وطلق مراته، وبعد طلاقه ركز في شغله وبس. في اليوم اللي سكنت فيه منال العمارة شافها وهي بتساعد العمال ينزلوا حاجتها علشان تفرش الأوضة. لفتت نظره وفضل يتابعها بعينيه علشان يشوفها كل يوم وهي طالعة وهي ونازلة. بعد كام يوم فتحي فكر يتعرف عليها. قبل ما يكلمها مشي وراها كذا يوم، وبعد ما اتأكد انها بنت في حالها ما بتروحش غير من بيتها لشغلها ومن شغلها لبيتها اطمن لها واستناها قدام باب المحل بتاعه. وفي ميعاد وصولها ناداها واتكلم معاها وعرفها بنفسه. منال كانت بتسمعه وهي مش فاهمة هو عايز ايه، لغاية ما فاجئها انه معجب بيها وطلب يتجوزها. منال ما صدقتش نفسها وطلبت منه فرصة تفكر، وهو وافق وفضل مستني ردها بفارغ الصبر. بعد يومين منال عدت على فتحي قبل ما تطلع العمارة وقالت له انها محتاجة تحكي له على كل حاجة تخصها، بس فتحي قاطعها ورفض يسمع اي حاجة عن ماضيها، وقال ان اللي يهمه هو المستقبل وبس. ولما حاولت تقاطعه اصر على موقفه. لما سمعت كلامه واصراره انه مش عايز يعرف اي حاجة عن ماضيها وافقت على طلبه. فتحي فرح جدا بموافقتها، وفي اقل من شهر كان مجهز كل حاجة واتجوزوا. بعد الجواز عاشوا حياة سعيدة، ومنال حست بالأمان، والأول مرة من سنين هو كمان كان بيوفر لها كل طلباتها وبيعاملها معاملة كويسة عمرها ما كانت تحلم بيها. مع مرور السنين منال خلفت ولدين، الكبير اسمه حسام والصغير اسمه محمد. هي وابوهم فتحي اهتموا بيهم وعلموهم في مدارس خاصة لغاية ما خلصوا تعليمهم وتخرجوا من الجامعة. وبعد ما تخرجوا فتحي بعلاقاته عرف يشغلهم في شركة كبيرة معروفة. وفتحي كمان اشترى شقة لحسام وكتبها باسمه، ووعد محمد انه هيشتري له شقة هو كمان قريب. بس
بعد ما الولاد ما كبروا وبدأوا يشتغلوا، فتحي لاحظ إنهم بيتأخروا بره البيت على طول. ولما كان يعترض، منال كانت تتخانق معاه وترد عليه بعصبية وتقوله إن من حق ولادهم يسهروا ويعملوا كل اللي نفسهم فيه، وبتبرر ده بإنهم كبروا وبقوا رجالة. فتحي كان بيرفض كلام مراته وتفكيرها الغلط من وجهة نظره، لغاية ما جه يوم فتحي خلص شغله ورجع البيت ملقاش ولاده. ولما عرف من منال إنهم لسه بره، سكت ودخل أوضته ونام. منال كمان دخلت ونامت. على صلاة الفجر فتحي قام يصلي، فتفاجئ إن ولاده لسه مرجعوش. في اللحظة دي فتحي اتغاظ وفضل مستنيهم. رجع حسام ومحمد البيت بس بكارثة، إنهم كانوا سكرانين جدا وما كانش حد فيهم قادر يقف على رجله. أول ما فتحي ما شافهم بالمنظر ده جن جنونه وفضل يضربهم ويشتمهم. بس حسام ومحمد في اللحظة دي اتطاولوا على أبوهم، وبسبب خناقهم منال صحيت وجريت عليهم. بدل ما توبخ ولادها اتخانقت مع جوزها وصرخت في وشه علشان ضربهم. فتحي اتغاظ وطلق منال وطردها هي وولادها من بيته. ومن هنا بدأت الحكاية الجديدة. بعد ما الأب طرد مراته وولاده، التلاتة خرجوا من بيت فتحي وراحوا على شقة حسام اللي في الفسطاط وعاشوا فيها. بس حياتهم كانت صعبة علشان الشقة ما كانتش جاهزة للسكن، وكل اللي كان فيها شوية عفش قديم كان في بيت فتحي قبل كده، وحسام نقلوا لشقتهم بدل ما يرميه بسبب صعوبة المعيشة في الشقة. ولأنه حسام ومحمد كانوا بيحبوا أبوهم، حاولوا يصالحوه ويقنعوه يرجع أمهم، بس للأسف فشلوا علشان أبوهم كان رافض أي صلح وشايف إنهم هم ومنال اتجاوزوا كل الحدود معاه. وفي نفس الوقت منال هي كمان كانت رافضة ترجع لفتحي. بعد كام شهر حياة منال وولادها بقت أسوأ من الأول. دخل حسام ومحمد ما كانش بيكفيهم علشان مصاريفهم الشخصية كانت كتير جدا. ومع ضيق الحال منال فكرت في فكرة وقالت لهم إنهم بدل ما يسهروا برا يجيبوا أصحابهم يسهروا عندهم في البيت، والفلوس اللي بيدفعوها برا يدفعوها ليها، وفي نفس الوقت هياخدوا راحتهم ومحدش هيزعجهم. في الأول حسام ومحمد استغربوا كلام أمهم، بس في الآخر اقتنعوا ووافقوا وبدأوا ينفذوا. الولاد اختاروا كم واحد من أصحابهم الأغنياء وجابوهم البيت. يوم بعد يوم حسام ومحمد عجبهم الموضوع وشافوا إن المكسب منه كتير. بس منال حبت تطور فكرتها شوية واقترحت على أولادها يجيبوا بنت عشان تعمل لهم المشاريب وتقدمها. وفعلا حسام جاب بنت يعرفها وبقت هي بتستقبل أصحابهم. في سهرة من سهرتهم واحد من أصحاب حسام ومحمد دخل ورا البنت المطبخ وتحرش بيها وهي وافقت. لما حسام شافه كان هيتخانق معاه، بس أمه منعته وقالت له سيبه في حاله، كل حاجة لها تمن. في اللحظة دي خطة منال نجحت، ولما الفلوس كترت في ايد حسام ومحمد بقوا هما اللي بيفكروا ازاي يجيبوا شباب أغنياء يدفعوا فلوس كتير عشان يسهروا عندهم. ومش بس كده، بقوا هما اللي بيجيبوا البنات ويشغلوهم، ومعظم البنات دول كانوا خريجات جامعات وبنات جميلة جدا. بعد فترة حال منال وولادها اتغير ومستواهم المادي ارتفع، وبقى لكل واحد فيهم عربيته الخاصة. ومنال ما بقتش قادرة تستوعب زباينها وبقت الأوض مشغولة على الآخر. ولأن الشغل
كان بيزيد، منال اقترحت على أولادها يوسعوا نشاطهم ويأجروا شقة قريبة تكون نفس المواصفات في منطقة هادية وعمارة معظم الشقق اللي فيها فاضية وملهاش بواب. بعد ما بحثوا كتير وصلوا لشقة فيها كل اللي عايزينه، ومحمد اشتراها وجهزها ونقل جزء من شغلهم للشقة الجديدة. الشغل كبر وزباينهم زادوا وبقى فيهم مصريين وجنسيات مختلفة، وبقى التعامل المادي مختلف، يعني الزبون ممكن يدفع بالدولار أو بالريال، وده كان بيتم حسب الاتفاق. في يوم دخل عليهم زبون كان شكله غني جدا، كان اسمه أمجد، وعرف شقة منال عن طريق واحد من أصحاب محمد. أمجد كان شاب غني لفت نظر كل اللي في المكان بشكله وطريقة كلامه وعربيته الفارهة اللي كانت مركونة تحت العبارة. بعد ما دخل الشقة محمد وحسام عرضوا عليه البنات اللي عندهم، ومنال قالت له إن الساعة ب600 جنيه. أمجد وافق ودفع أكتر من كده، بس كان ليه طلب إنه مش عايز يدخل أوضة مع أي بنت دلوقتي، هو عايز بس يسهر معاهم، ولو ارتاح والموضوع عجبه هيجي على طول تاني، وفي المرة اللي جاية يختار بنت. منال سابته على راحته، خصوصا إنه دفع أكتر بكتير من اللي طلبته. هو سهر معاهم كام ساعة وبعدين مشي. رجع أمجد تاني، ومنال وولادها استقبلوه أحسن استقبال. في اليوم ده كان في الشقة زبونين، ولأن الشقة كان فيها أوضتين بس ما كانش فيه أوض فاضية. منال اعتذرت لأمجد وقالت له إنها هتدخله أول ما أوضة هتفضى. أمجد مردش على كلامها، كان مستمتع بالحديث مع بنت كانت قاعدة جنبه. بعد شوية زبون خرج من الأوضة ووراه بنت بتضحك، وطلبت من منال تحاسبه على فلوس زيادة. وفي نفس الوقت بنت صغيرة دخلت الأوضة وهي شايلة ملاية سرير متطبقة. ساعتها منال قربت من أمجد وقالت له إن الأوضة بتجهز، فابتسم أمجد وقال لها إنه عايز يدخل مع البنت اللي قاعدة جنبه، ودفع برضه أكتر بكتير من تمن الساعة. لما الأوضة جهزت منال طلبت من أمجد والبنت يدخلوا، وفعلا دخلوا الأوضة. بس قبل ما الباب يتقفل سمعوا صوت خبط شديد على باب الشقة. منال اتخضت ومحمد وحسام كمان، ومحدش فيهم كان عايز يفتح الباب، بس مع كل ثانية بيتأخروا فيها عن فتح الباب كان الخبط عليه بيزيد. بعد لحظات محمد فتح الباب وهو بيرتعش، وحصل اللي كانوا خايفين منه. محمد لقي رجالة البوليس قدامه ومالوا المكان في ثواني، ودخلوا أوضة النوم ومسكوا كل اللي في الشقة وهم متلبسين. الشقة اتقفلت بعد ما حجزوا على كل الحاجات اللي كانت فيها، وكان من ضمنها 12 موبايل ومبالغ فلوس بعملات مختلفة، 300 دولار أمريكي و250 ريال قطري و100 دينار أردني و1550 جنيه مصري. بعد ما اتقبض عليهم وبدأ التحقيق منال وولادها أنكروا كل التهم في النيابة، على الرغم إن كل التهم دي كانت متوثقة بالصوت والصورة، وده اللي كان مكتوب في المحضر. بعد إذن النيابة بالتسجيل والمداهمة استعانوا بالمساعدات الفنية في وزارة الداخلية وقت ما القوات ما دخلت الشقة. الإجراءات دي كلها كانت بعلم النيابة بعد بلاغات مجهولة عن الشقة وبعد تحريات لازمة، وبسبب ده زرعوا واحد جوه الشبكة علشان يجمع معلومات عنهم بالصوت والصورة، وده كان عن طريق شخص اسمه أمجد. وهنا اتكشفت الحقيقة. أمجد اللي كان في الأصل واحد من رجالة البوليس وقدر يسجل كل اللي بيحصل جوه الشقة صوت وصورة
عن طريق أجهزة مستخبية معاه. لما واجهوا المتهمين بكل الأدلة وضغطوا عليهم، منال اعترفت إنها كانت بتدير بيت الدعارة. ولادها محمد وحسام اعترفوا إنهم كانوا بيساعدوا أمهم في إدارة الشبكة. اعترافات المتهمين الثلاثة جت مع اعتراف البنات إنهم كانوا بيمارسوا الرذيلة. أما الزبونين اللي كانوا موجودين، فواحد كان مصري والتاني كان راجل أعمال مشهور من جنسية عربية. الاتنين اعترفوا إنهم كانوا في الشقة عشان المتعة الحرام، وبعد كده أفرجوا عنهم في النيابة. في سنة 2016 المحكمة حكمت على منال بالسجن 3 سنين، وعلى محمد وحسام بالسجن سنة، وعلى 3 بنات من الشبكة بالسجن 6 شهور. ده غير مصادرة الحاجات اللي كانت في الشقة وتغريم المتهمين مصاريف المحكمة. القصة دي مش بس عن منال وولادها، ده عن أي حد يفتكر إن الطرق السهلة والممنوعة هتديله فلوس أو حياة مريحة. الحقيقة إن الطريق الغلط نهايته خسارة وفضيحة وسجن. مهما حاولت تبقى حريص أو تخفي، القانون دايما ليه عينين، والحق لازم يظهر. الهدف من القصة إننا نفهم إن الكسب الحرام مش بس بيضيع السمعة، لكن بيضيع الحرية والمستقبل. واللي بيبدأ خطوة صغيرة غلط بيلاقي نفسه في دوامة مش بيعرف يخرج منها لحد ما يلاقي النهاية اللي ما كانش يتخيلها. وكده تكون انتهت حلقة النهاردة. استنونا في الحلقة اللي جاية. مع السلامة.